مع دخول فصل الشتاء ازاي تحمي المواشي من زكام البرد؟ لازم تجهز مكان مغلق كويس للحيوانات. لازم تعرض الحيوانات للشمس خلال الفترة الصباحية عشان تمتص أجسامها أشعة الشمس للتدفئة. التنظيف بشكل مستمر ومنتظم، وكمان لازم تغطي بطبقة من قش الرز أو الرمل لأنها بتساعد على التدفئة. زيادة كمية العلف خلال فترة الشتاء لأنها بتساعد على بقائها حية مع انخفاض درجات الحرارة. ومش بس كده، ده لازم تحط أغطية من البلاستيك مع عدم الغلق الكامل للتهوية. الاهتمام بالتحصينات المناسبة وفي الأوقات الموصى بيها. عدم الإسراف في استخدام المية داخل العنابر والحظائر عشان نقلل من نسب الرطوبة. لازم تتخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى. لازم تتأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق في العنابر والحظائر. صيانة أحواض المياه، وده علشان نمنع التسريب اللي هيتسبب في انتشار البرودة للمواشي ويسبب زكام البرد. ولازم تاخد بالك من الحيوانات منخفضة الإنتاج وتقدم ليها وجبة من قش الرز في الليل، وتهتم بجودة الأعلاف، وده عشان تدفي الجسم كويس وتزيد من الإنتاج. وبكده نكون قدرنا نقولك إزاي تحمي المواشي من زكام البرد.